الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. وفد إريتري عالي المستوى يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا. السفير عيسى أحمد عيسى يعقد سمينارا للمواطنين في الخرطوم. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. بها يقول هدوء نسبي يسود العاصمة طرابلس بعد قتال خلف 32 قتيلا. 119 ضحية جديدة في باكستان وسط حاجة ماسة للمزيد من المساعدات الدولية. روسيا تعطل صدور إعلان دولي لحظر انتشار السلاح النووي. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتريا عالي المستوى مكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراه في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا المنعقد في تونس في 27 و28 من أغسطس الجاري. وقدم معالي الوزير عثمان صالح كلمة تبرز مواقف إريتريا، وقال بأنه يجب أن نقوي تقدمنا مستفيدين من التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه يتطلب إجراء تقييم شامل وجاد مصحوب بالأدلة والبراهين حول مبادرة تيكاد خلال 30 عاما والتحديات الإفريقية والتنمية والمبادئ والملكية الإفريقية بالنظر إلى الشراكة الدولية والتطور الملموس المحقق. وذكر معاليه أنه ليس صعبا أن تشرح التحديات الإفريقية والتنمية والمبادئ والملكية الإفريقية، موضحا أن إرساء أجواء تؤكد الشراكة الحقيقية والمستدامة، إضافة إلى خلق أجواء ملائمة تسهم في تطور علاقات متساوية وموضوعية. والأوضاع العالمية الراهنة المقلقة والأجندات الخارجية التي تزيد أوضاع إفريقيا المتدنية أكثر سوءا، مشددا بأن المسؤول الأول من المشاكل التي تواجه القارة الإفريقية هم نحن الأفارقة بأنفسنا. وعلى هامش المؤتمر التقى وزير الشؤون الخارجية الإريترية السيد عثمان صالح بنظيره الياباني سيد هياشي يوشيماسا، وتوصلا إلى تفاهم لتعزيز وتعميق التعاون والتفاكر الثنائي. وشارك في اللقاء سفير إريتريا في اليابان السيد ستيفانوس أفورقي. عقد سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى في 26 من أغسطس الجاري سمينارا لمسؤولي التنظيمات الوطنية في الخرطوم حول الأوضاع الراهنة على الصعيد المحلي والتطورات الإقليمية. وذكر السفير عيسى أهمية التنظيم الواعي والتنسيق والوحدة بإسهاب، وقال إن هذه القيم تعتبر أساس الانتصارات الإريترية، منوها إلى أنه يتطلب جهود مستمرة لتمتينها وتقويتها. وقال سعادته إن الأعداء والمتربصين يغيرون أساليب وطرق العداوة ولا يغيرون أهدافهم، مشيرا إلى أن إفشال المؤامرات الجارية لعرقلة البرامج التنموية الوطنية المرتكزة على قاعدة جماهيرية رسالة مرحلية خاصة على الفئة الشبابية. كما قدم توضيحا مفصلا حول التطورات الإقليمية، وقال إن إريتريا تعمل جاهدة لإرساء حسن الجيرة إلى جانب برامج التصدي، مؤكدا دعم السفارة لإنجاح جهود الجاليات والتنظيمات الجارية، موضحا في الوقت ذاته العمل للتقليل من المشاكل التي تواجه الإريتريين في السودان. وتطرق إلى الخدمات القنصلية والنواقص التي كانت تواجه الأعمال القنصلية بإسهاب، مشيدا بالبنى التحتية المهيئة لتقديم خدمات نشطة وسريعة ومساهمة الأعضاء. في الختام قدم سعادة السفير عيسى الشهادات التقديرية للمواطنين المساهمين في النشاطات الوطنية والأعياد وكذلك أعضاء الشؤون القنصلية. وناشد المشاركون لاستمرارية اللقاءات المنعقدة حسب المراحل لما تلعبه من دور مهم لتصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم أظهرت إصابة 3 مواطنين من وكدوبة ومن دفر وعد سوغدو بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 15 مريضا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,154، شفي منهم 10,046 وتوفي 103، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات.
وزارة الصحة 28 من أغسطس 2022. أعلن مكتب خدمات الرقابة في الإقليم الأوسط تنفيذ أعمال رقابية فعالة في رقابة جودة النباتات والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية. أوضح مسؤول المكتب السيد يوهنس جبرولد إن الأعمال الرقابية التي نفذت في الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع مكتب النظام والقانون مكنت من ضبط أدوية معرضة لأشعة الشمس والرياح والمبيدات. وذكر بأن الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية غير المعروف مصدرها وجودتها تلحق أضرارا بالبيئة وتتسبب في إضعاف مقاومة المضادات الحيوية، داعيا المزارعين للتأكد من جودة الأدوية البيطرية والمبيدات التي يستخدمونها. وحول تنمية البذور المحسنة، أوضح العمل الجاري لتنمية بذور مختلف أنواع الشعير والقمح في مساحة 194 هكتارا في 38 قرية. وأشار إلى القيام أيضا بتنمية بذور البطاطس المحسنة في النصف الأول من هذه السنة. وأوضح بأن مكتب الخدمات الرقابية يقوم في أسمرة بمراقبة منتظمة لمؤسسات الألبان ومشتقاته وبيع اللحوم والخضروات والفواكه، وخاصة الطماطم، للحد من تلوثها بالمبيدات. تبرع أعضاء الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية في 27 من أغسطس ب65 كيسا من الدم. وأوضح الأعضاء في مناسبة التبرع بالدم أن الإسهامات المتواضعة تعتبر جزءا لا يتجزأ من البرامج الوطنية الجارية في مختلف المؤسسات، متعهدين لمواصلته بتنظيم أكثر قوة. ودعوا جميع المواطنين للمساهمة في تنمية محتوى بنك الدم. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. ساد هدوء نسبي العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين ميليشيات متناحرة وخلفت 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 150 جريحا. وعادت شوارع المدينة إلى الازدحام بحركة المرور والمحلات إلى فتح أبوابها، وانشغل الناس بإزالة الزجاج المتكسر وآثار الدمار الذي تسبب به القتال الذي دار السبت. وظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي يتخذ من طرابلس مقرا له عبد الحميد الدبيبة في مقطع فيديو بث في وقت متأخر من ليلة أمس ليشيد بالمسلحين الذين قاتلوا إلى جانبه. وقال الدبيبة إن خصمه فتحي باشاقة رئيس الحكومة المكلف من جانب البرلمان هو المسؤول عن العنف الذي يعد الأسوأ الذي شهدته طرابلس منذ عامين. وأثارت المواجهة السياسية بين الجانبين مخاوف من انزلاق ليبيا إلى صراع شامل مرة أخرى. ناشدت باكستان دول العالم من أجل المزيد من المساعدات الدولية وسط فيضانات دمرت البلاد، ما دفع الناس إلى البحث عن أراضٍ أكثر ارتفاعا وجفافا. وبلغ عدد من قضوا نحبهم جراء الأمطار الموسمية 1033 شخصا، منهم 119 في 24 ساعة الماضية، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات استجابوا إلى نداء الكوارث، لأنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات. وأضافوا أن الحكومة الباكستانية تبذل قصارى جهدها لمساعدة الناس وسط تفاقم الكارثة الطبيعية الحالية التي تجتاح البلاد. وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن عدد المتضررين من الفيضانات بلغ 33 مليون نسمة، وهو ما يقدر بحوالي 15% من سكان البلاد. ورجح أن الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات قد تبلغ مستويات الخسائر التي خلفتها فيضانات 2010-2011، ما يجعلها الأسوأ على الإطلاق. ويرى المسؤولون في باكستان أن التغير المناخي هو السبب وراء هذه الفيضانات الشديدة. عطلت روسيا صدور إعلان مشترك عن مؤتمر
للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي اعتراضا على ما وصفته بعدم التوازن في التعامل مع استهداف محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، وتهدف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تراجعها 191 دولة وقعت عليها بالفعل كل 5 سنوات إلى منع انتشار الأسلحة النووية في العالم. واعترضت روسيا على مسودة النص التي أشارت إلى القلق البالغ بشأن الأنشطة العسكرية حول المحطات النووية الأوكرانية، وخاصة محطة زابوروجيا التي سيطرت عليها روسيا وتتعرض للقصف. وتم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا ليقام في 2022، لكنه فشل أيضا في الاتفاق بين الدول على إعلان مشترك بعد 4 أسابيع من المشاورات خلال مؤتمر في نيويورك. وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة. فشلت دول العالم في التوصل إلى اتفاق نهائي حول حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وانتهت التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 15 إلى 26 من أغسطس الجاري. وقالت رينا لي التي ترأست الجلسات في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، لكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي دون أن تذكر أسباب هذا الفشل. غير أن منظمة السلام الأخضر المعروفة بنضالها البيئي اتهمت الولايات المتحدة ودول تضم حوالي 50 دولة على رأسها دول الاتحاد الأوروبي وكندا بعرقلة مسار المفاوضات ونسف الجهود التي أحرزها المفاوضون. وقالت المنظمة في اليوم السبت إن دول تحالف الطموح العالي لم تقم بواجبها والتفت حول بعض القضايا الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمسائل التمويل، متسببة في فشل هذه الجولة، ومن ثم علينا اليوم انتظار جولة أخرى ربما هذا العام على حد تعبيرها. وكانت منظمة السلام الأخضر قد طالبت في منشور لها على موقع تويتر يوم الخميس دول تحالف الطموح العالي والولايات المتحدة بوقف العبث والعمل على إيجاد حل لتدهور البيئة البحرية التي يعتاش منها مليارات البشر. ختاما لنشرة أخبار هذا المساء سادتي تذكير بالعناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا. السفير عيسى أحمد عيسى يعقد سمينارا للإريتريين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. هدوء نسبي يسود العاصمة طرابلس بعد قتال خلف أكثر من 30 قتيلا. 119 ضحية جديدة في باكستان وسط حاجة ماسة للمزيد من المساعدة الدولية. وروسيا تعطل صدور إعلان دولي لحظر انتشار السلاح النووي. بذلك انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.